عاوز تندم ندم عمرك؟ بسيطة، اخلع ضرسك وما تركبش مكانه، ربنا معاك بقى. طب ليه؟ لان انت خلعت ضرسك ودلوقتي الدنيا تمام، وتقعد تقول هركب بعدين هركب بعدين. بعدين دي هي بداية الكارثة الحقيقية. طب ليه يا دكتور؟ هو ايه اللي هيحصل يعني لما اسيب مكان الضرس فاضي؟ اول حاجة الضروس اللي جنبه هتميل عليه وكأنهم بيحضنوه وهو اصلا مش موجود. تاني حاجة الضرس اللي فوقيه هينزل عليه كأنه بيدور عليه، وهتروح تاكل على الجنب التاني، ومن هنا يبدأ يظهر مشاكل في الفك وصداع ومش عارف تمضغ الاكل كويس. يعني الخلاصة انا مش خسرت ضرس واحد، لا ده انا بدأت دينامو خسارات، شكل ووظيفة وعدم راحة، لا وهتيجي تركب بعد كده هتدفع فلوس اكتر كمان. كل ده عشان انت اجلت التركيبة يا صديقي. التركيبة مش رفاهية. لو عندك اي استفسار عن تركيبات الاسنان او خالع ضرس كلمنا او ابعت لنا كلمة تركيبة في كومنت واحجز كشف على طول.